الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده ميه بتاعه الترشي اللي احنا بنشربها بالمعلقه كده، اللي بنجيبها من عند الراجل. انا هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا لتر من الميه المغليه وسبتها تبرد. احط عليهم 3 معالق كبار بتوع الاكل خل. السر كله في المنكهات اللي انا هقول عليها دي، من كل حاجه حاجه معلقه صغيره. بابريكا وشطه وكزبره وفلفل اسود وكمون وكركم ورشه جوز الطيب، وكمان معلقه كبيره ملح، او ممكن تبقى تحل يعني تملحوا زي ما انتوا عايزين، ورشه سكر وجنزبيل، وكمان السبع بهارات. وعلشان ناخد اللون بالظبط بتاع الميه هناخد كده بودرة الزعفران او اللون اللي هو بتاع الطعام الاحمر او الاصفر اللي انتوا حابينه. هنقلب كل دوت مع بعض. انا هزود شوية لون احمر، ونسيت اقول لكم كمان ان في توم بودرة في البهارات. كده تكون جاهزة عندي. تحطوها بقى على المخلل اللي احنا عملناه مع بعض، سواء اللفت او الجزر والفلفل او الخيار، اي نوع بقى. انا كنت منزله الجزر والخيار واللفت والفلفل قبل كده في فيديوهات، هتقدروا تشوفوها ونحطوا فيها وتقدروا تاكلوها وتشربوها بألف هنا وشفا. سهلة جدا، هتاخدوا نفس التست بتاع المحلات بس بالمكونات موجودة كلها في البيت. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم وصفات تانية جديدة.